شفت البت سعدة؟ مع ان البت دي كنت بعاملها زي بنتي، كنت بدلعها وبطبطب عليها، عمري ما قلت لها حاجة وحشة. شفتي عملت ايه؟ بس انا بقى مش عارفة هي كانت بتنقل الاخبار لمين. تصدقي شكلها طيبة قوي، ما يبانش عليها انها كده خالص. ما تحكميش بالشكل، خسارة فيها الهدمتين اللي انا اديتهم لها. بس انا كنت شاكة فيها من الاول. طب ايه اللي شككك فيها يا طنط؟ من رصة الحجر، بنت القردة كان عليها رصة حجر، والحاج عبد الجواد قال لي اوعي تأمني لحد بيرص حجر الشيشة حلو. على كده بقى ما حدش يأمن لقهوجي في حياته. ايوه يا اختي، اتنقوزي انت كده وتنقوري يا صنافور المحطة انت. طنط هو انا لو قلتلك على سر ممكن ما تقوليش لحد خالص؟ طبعا يا بنت انت زي بنتي. ولا حتى جعفر؟ بصي اصل في حاجة حصلت كده انا مش عارفة يعني جعفر ممكن يعمل ايه لو عرفها، بس والله العظيم هي حصلت غصب عني. انا حامل. حامل؟ يا ألف بركة، عشان تصدقي صفصف بعد كده، ولا أحسن واحدة بتقرا فنجان. حامل؟ إياكي تقولي لحد لغاية ما أنا أقول لك إمتى. اوعي. ألف بركة. صباح الذهب الصيني على عيونك يا شوق. مش انا اللي بتاع في دماغي. طمني، وصلت الحاجة؟ وصلت ان انت راجل ذكي، فهمني اكتر من نفسي، فهمني اكتر من مراتي اللي هي اختك. انت تعرف جعفر العمده مكان ابنه وانت معكش ضمانه؟ يا نهار اسود، هو عامل زي اللي صايم بقاله سنتين وامه مسقعه له جيركن هيسوس. هيفتح جيركن ويربعه على بق واحد ويكرمشه ويرميه في الزباله. انت هتبقى الجيركن ده شوقي، لازم ضمانه. انت راجل ذكي، اللي يضمن لك انك تعيش غير انك تبقى ماسك ضمانه على جعفر العمده. بيني وبينك اليومين دول عقلي مشغول بحاجات تانية. عقلي مشغول بحاجه شوق لو ظبطت وعد يشهد عليه ربنا. وعد ايه؟ ابسطك. ابسطك يا شوق، ابسطك يا اخو الغالي. تسلم يا باشا. حبيبي. تسلم يا شوقي باشا.